حذا المرحوم بن زيد حذو أبيه وفتح بابه للمجاهدين سنة 1956. كان عمره آنذاك 20 سنة. صعد إلى الجبل ورفقة إخوانه. تحتوي هذه المؤسسة على 18 قسم بالإضافة إلى 4 مخابر، 2 قاعة تحضير. دولة بنات مرفق ما شاء الله، يعني مواصفات جيدة من المؤسسات، ويبقى على عام الإنفاق كل الطاقم الإداري والعمال باش تحضر. بالنسبه للمناصب لاني يمكن نتكلم على ولاد الاواط على المناصب، لان اذا ضاعوا لنا هذه المناصب ولادنا غادي نستناو عامين اذا حررنا المناصب، مثل ما وقع في بلديه افد، مثل ما وقع في عده بلديات في الوظيفه العمومي مؤخرا. تم تحرير المناصب والسيد الوالي تقدر تنتصب بالوظيفه العمومي وحرر المناصب، اعطاه جميع المناصب الاحتياطيه اللي يحتاجهم وتم توظيفهم. لأن مؤسسة كيماوية جديدة لازم المتابعة، لازم الصيانة باش نحافظوا عليها. ماهوش بعد سنة قال لازم لها صيانة ولازم لها كذا، ولهذا يقع تحت مسؤوليتك انت باش تحافظ عليها. قضية بلدية أفلوبي المتوسطة جديدة من شأنها أنها تفك الخناق على الجهة هاته جهة بحي جامعي. إن شاء الله هذه المتوسطة اللي فتحت السنة أبوابها مجهزة كاملة بجميع الوسائل التي من شأنها أن تكون وظيفية 100%.